الاهلي هينزل اول تلت ساعه او اول ربع ساعه عامل ضغط شرس، ضغط موت، ضغط حرفيا. هيبقى نازل يموت لعيبه نادي الزمالك اول ربع ساعه، وبتعليمات من ناس تروب زي ما عمل مع سيراميكا هيعملها اكتر مع نادي الزمالك. وهيستغل ان نادي الزمالك الفتره اللي فاتت بيبني اللعب من تحت، بيلعب بالهجمه من تحت، هيستغل الميس باص اللي ممكن يحصل. وهنا احنا ما بنلعبش فريق الكواليتي بتاع اللعيبه اللي قدامه، ممكن لما يقطع مننا كوره في حته خطر زي منطقه الدفاعيه او نص الملعب ممكن يتصرف غلط. لا، انت الكواليتي بتاع الاهلي مرعب. خلينا صراحه، انت قدامك تريزيجيه وبن شرقي وزيزو وطاهر بالسرعات، لو لعب مكان جارديشار فهيبقى مفيش ريسك. احنا مش هينفع يبقى في ريسك اول ربع ساعه. صلوا على النبي الاول صلى الله عليه وسلم واعمل لي فولو، وتعالى بقى ايه ندردش كده مع بعض شويه ونتكلم على التشكيل وطريقه اللعب. اول حاجه زي ما احنا قلنا، مش عايزين نبدا اول ربع ساعه نلعب كره من تحت. احنا هنلعب مفيش ريسك، هنلعب وهنلعب على قدام، ايد ورجل بقى، الصبحي ولا عواد اللاعب المدافع اللي معاه الكره يطلع، خصوصا احنا ما عندناش حد في الاربعه اللي ورا بيقدر يطلع بالكره من تحت وما يعملش اخطاء ويلعب تحت ضغط غير محمد اسماعيل وفتوح. عندك والونش عنده مشكله في الحته دي، وعندك عمر جابر نفس الكلام عنده مشكله في الحته دي، وحتى قلب نص الملعب اللي هو يبقى احمد ربيع ما تضمنش ممكن برضك ما يقدرش يلعب بظهره في الحته دي ولا يعمل ايه. فلازما احنا نلعب من غير ريسك، دي اول حاجه. تاني حاجه بقى تعالى نتكلم على طريقه اللعب. لازما احمد عبد الرؤوف يلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها قدام بيراميدز 4-4-2، وزي ما هو لعب ببنتايج وفتوح قدام بعض عشان يقفل على جبهه الشيبي الخطيره. وفعلا الجبهه ماتت حرفيا بتاعت الشيبي، ما شفناش الشيبي حرفيا طول الماتش. لازم يعمل كده مع الاهلي، بس الناحيه الثانيه بقى، الناحيه بتاعت تريزيجيه، ولو بن شرقي بيميل معاه، وزيزو لو بيلعب نص ملعب بيميل معاه، وبن رمضان لو موجود، الجبهه دي حرفيا بيبقى اللعب كله عليها. ثلاث ارباع لعب النادي الاهلي والخطوره بتبقى على الجبهه دي. هل ننسى بقى الجبهه الناحيه الثانيه؟ لا طبعا، ما هي الاهلي اللعيبه بتلعب بلا مركزيه اصلا الفتره اللي فاتت دي، خصوصا مع ياستروب. فاحنا لازما اقول لك انا بقى على الفوله والناس هتستغرب. تعالى بس نقول التشكيل وهتستغرب من بعض الحاجات، بس ان شاء الله احمد عبد الرؤوف يعني هو احمد عبد الرؤوف مجتهد وذكي وهيشتغل على نقاط الضعف ونقاط القوه بتاعت النادي الاهلي وربنا يوفقه. اول حاجه طبعا في حراسه المرمى محمد عواد، باك يمين عمر جابر، قلبين الدفاع الونش ومحمد اسماعيل، باك شمال محمد احمد ابو الفتوح. يا ابو الفتوح اسمك راح ليه؟ باك شمال احمد فتوح. احمد ابو الفتوح مين يا جدعان؟ يا جدعان فوقوني، الواحد بصراحه اعصابه مش متلم عليها، الواحد مش جاي له نوم، الدنيا صعبه ومتكهربه، ماتش صعب، ماتش الموسم حرفيا. ما علينا. اتنين نص الملعب بقى يلعب باحمد ربيع وعبد الله السعيد. هتقولي طب وفين محمد شحاته؟ هقول لك بقى، محمد شحاته يلعب هاف وينج يمين قدام عمر جابر عشان يقدر يقفل مع عمر جابر الجبهه دي، لان الجبهه دي هتبقى خطيره جدا. ومحمد شحاته قوي وراجل وفت وعينه حلوه على الكره، وصعب ان هو يترقص وصعب ان هو يتسحب ويطلع من مكانه، ولازم اللعيبه تبقى مركزه 100%. ما ينفعش اللعيب يسرع ثانيه، الغلطه هتبقى فور. الناحيه الثانيه بنتاج ان شاء الله لو السليم يلعب هاف وينج شمال يبقى مع فتوح، نفس اللي حصل في ماتش بيراميدز. هنا هتقول لي فين ناصر ماهر؟ هقول لك بقى دي بردك حاجه ممكن تستغربها قوي. ناصر ماهر يلعب، احنا هنلعب 4-4-2 بس مش 4-4-2، 4-4-1 ناصر ماهر، وقدامه الجزيري لوحده يبرطع. والجزيري هنا بقول لك لازما يبدا اساسي. الجزيري اولا بقاله كام ماتش تحس ان هو اتغير، تحس ان هو بيجتهد، تحس ان هو بيشتغل على نفسه. غير كده ان الجزيري مرزق قدام الاهلي، غير كده ان دفاع الاهلي بيقلق من الجزيري، والجزيري بتاع الماتشات الكبيره. فلازما الجزيري يبدا يا كابتن احمد اساسي، ويبقى وراه او جنبيه ناصر ماهر، والاثنين ما بيعرفوش يدافعوا. فانت مش هتبقى مطالب ان هم تخليهم يدافعوا، هتخليهم بس موقفين دفاع النادي الاهلي عشان ما يطلعش، ومخليين واحد زي ديانج واقف معاهم. فانت برضك تخف الضغط على نص الملعب بتاعك من ناحيه ان انت محمد شحاته لما يلعب هاف وينج يمين يبدا يخش نص الملعب يملى عمق بتاع نص الملعب ومنتايج، يبقى انت زحمت المنطقه دي وامنت نفسك، وتبدا تلعب على التفاصيل الصغيره بقى، الكرات الثابته، كورنر، تبدا تلعب على بطء واخطاء دفاع النادي الاهلي واخطاء الضغطيه العكسيه بتاعه النادي الاهلي، تبدا تستغل سرعات الجزيري ومهاره ناصر ماهر. ويا سلام بقى لو خوان بيزيرا زي ما الاخبار بتقول سليم، يبقى هنلعب بيه وهنغير طريقه اللعب بسببه. لو هو موجود احنا هنغير كل ده وهنغير طريقه اللعب بسببه. وممكن شيكو بنزا يبقى ورقه رابحه برضك، خصوصا دفاع الاهلي هيبقى متقدم وفي غلطات في دفاع الاهلي، والاهلي لما بيتضرب في ظهر الدفاع بتاعه وبيلعب دفاع متقدم هيبقى عنده مشاكل دفاعيه. وطبعا
شيكو بنزا عنده سرعات وعنده برجل واسع، بس هو يظبط دي يعرف بعد ما يعدي يعمل ايه. انما هو بيعدي حلو قوي، بيفكرني باحمد عبد القادر في الاهلي، ويرقص ويعمل حاجات عجيبه وجميله والجمهور يهيص، وفي الاخر يقف ما يعرفش يتصرف بالكوره. فربنا يوفق نادي الزمالك ويفرحنا ونبقى فرحانين كده. وماتش الموسم يا زمالك اللعيبه تبقى رجاله، تركيز 100%، مفيش لعيب يسرح، مفيش لعيب يتسحب يطلع من مكانه غلط، كانك بتلعب ماتش بلاي ستيشن، مركز كل تفصيله صغيره هتفرق معاك. الاهلي لعيبته مرزقه قدامنا، وربنا يستر، وان شاء الله نرجع بعد الماتش ونبارك لكم، وقولوا لنا توقعاتكم في الكومنتات، وان شاء الله باذن الله 2-0 لنادي الزمالك. وصلوا على النبي، واحلى فول واحلى اخوات، والسلام.